اول حاجه في الديزاين بروسيس احنا بنبدا بقصه البروبلم ديفينيشن. اي منتج حواليك دلوقتي سواء اللابتوب اللي بشوف منه او الكمبيوتر او الماوس اللي انا حتى ماسكه دلوقتي، اي حاجه من القلم اللي بتكتبه، يعني زي ما بنقول كده من سن قلم الرصاص لحد الصاروخ، بتبدا احنا احتياجنا للمنتج دي، احنا ما بنعملش منتج غير في حاجتين بس، يا اما عندي مشكله عايز احلها، او عندي نفع انا عايز احصل عليه. تمام، يعني اوريدي انت بنبدا نفكر في ان احنا نصنع منتج او نصمم منتج ونصنعه حاجتين، يا اما عندي مشكله اما عندي مشكله عايز احلها، تمام، يا اما نفع عندي عايز احصل عليه. تمام، دي قصه البروبلم ديفينيشن. بعد كده بتبدا عندي فرع الكونسبشوال ديزاين. انا هنا مسكت عندي مشكله دلوقتي، وليكن انا عندي مشكله عايز احلها او اي نفع انا عايز احصل عليه. بعد كده ببدا اخش في فرع الكونسبشوال ديزاين، ببدا احدد فرع العلم الرئيسي او الدومينانت اللي هيبدا يخش معايا في تصميم المنتج ده. تمام، وانا بقى اركز ان انا عندي مثلا ده شافت بتاع مكنه، ده شافت، وفي واحد تاني مثلا عايز يصنع ويند توربين. تمام، الويند توربين يعني حاجه زي كده مثلا بتلف في الهواء، بتلف حاجه كده، يعني اكيد شفتوها كلكم، يعني بتلف بار بي ام معينه فبتديك كهرباء. دي الويند توربين، تخصص يعني جماعه بتوع باور وقائم. فانا هبدا هنا انا عايز اصنع شافت يدخل في تصميم مكنه، هينقل تورك، هينقل حركه، فيعني هينقل تورك على هيئه حركه يعني. وهنا هصنع ويند توربين يعمل يديني باور. طيب انا هنا طيب هحدد فرع العلم الكونسبشوال ديزاين ازاي؟ طب ثانيه يا شباب عشان الصوت، انتوا سامعين صوت خارجي؟ طيب شباب حد يرد الصوت عليا. صوت واضح، صوت واضح. لا سامعين صوت خارجي مع صوت يعني؟ صوت كويس اه. لا لا، مفيش اي صوت. طيب اوكي. طب طيب هو حضرتك هي المحاضرة دي متسجلة؟ انا بسجل من برنامج تمام، بره شكرا. دلوقتي الصوت بره راح. تيمز. طيب اوكي. تمام يا فندم. طيب هبدا ان انا فرع الكونسبشوال ديزاين، ان انا هبدا احدد فرع العلم الدومينانت او الرئيسي اللي هيخش معايا في تصميم الجزء ده. هنا وانا بصمم حاجه زي كده الحقيقه، يعني وانا بصمم حاجه زي كده السوليد ميكانكس هو اللي هيخش معايا في تصميم الجزء ده. وهنا ببدا احدد، يعني لا شكل الشافت ده بقى ضيق، يعني ليه الشافت ده اللي بين الحركه ده، بين الحركه او بين التورك، ليه شكله بقى ضيق؟ يعني ليه الكروس سكشن بتاعه ما بقاش مستطيل؟ يعني ليه كده؟ ليه ما خدش اي شكل هندسي تاني غير الشكل؟ تمام. بعد كده ببدا اخش في الحته الثانيه او السكوب الثالث اللي هو الامبلمنتنج ديزاين، ان انا ببدا اجيب ورقه او سكتش، ورقه كده فاضيه، وابدا اشخبط عايز انفذ الفكره بتاعتي في الفري هاند سكتش. الفري هاند سكتش ده يعني انا بقول لك في التصميم مش هتعرف تدخل اي برنامج تصميم كاد سواء سوليد وركس او كاتيا او كاد حتى من غير ما يكون معاك ورقه بيضاء وانت عملت يعني فكره مبدئيه للتصميم بتاعك. تمام، عشان كده الفري هاند سكتش. والفري هاند سكتش ده يا جماعه يعني حاجه مش هتغلبك، يعني هي دقيقه او دقيقتين بالقلم الرصاص عشان تبقى عندك تصور بس للفكره بتاعتك. تمام، وبعد كده انت بقى بتخش تشتغل في قصه تستغل قصه الكمبيوتر، وبيبقى عندك بقى فيرتشوال سيميوليشن تبدا تصمم عليه التصميم بتاعك. المهم بعد ما عملت التصميم بتاعك او سكتش او فري هاند سكتش، الفكره البسيطه على الورقه بتاعتك، بيبدا بقى شغلك الحقيقي من هنا في مرحله الديتيل ديزاين. الديتيل ديزاين ان انا ببدا اخش في سكوب الكاد والكام والسي ان سي والسي، والحقيقه ده السكوب ده، يعني السكوب ده هو بقى هو اللي هتنهي وتبدا في حياتك يعني. تمام، فده اللي هنتكلم عليه جزء شويه من المحاضره، وبعد كده انت تخش بقى في مرحله المانيفاكتشرنج التصنيع، ومبروك عليك الفاينل برودكت. طيب انا قلت الاربع مصطلحات دولت وعايزين بقى نحكي فيهم شويه، لان هم دولت اللي هيشكلوا دماغك والبيز. احنا دلوقتي وصلنا ان احنا معانا فكره على ورقه، الفكره اللي على ورقه دي عايزه اصممها تبقى فاينل برودكت كده انا ماسكه في ايدي، ايا كان الفاينل برودكت ده فانا عايز عندي فكره دلوقتي، لو يكن انت معاك فكره تصميم على ورقه وعايز تعملها تمسكها بايدك، الخطوات بقى اللي بيمشوا فيها الانجينيرز المهندسين عموما علشان يقدروا يمسكوا ان هم ماسك فاينل برودكت في الاخر في ايده، ويقول له خد للعميل، خد ده هيشتغل معاك. تمام، وده على فكره اللي انا بقوله ده فكره عامه، وبيحصل في صناعه اي منتج في الدنيا، يعني العربيات، صناعه العربيات، الطيارات، السفن، من اول المعلقه اللي بتمسكها في ايدك يعني. تمام، معلقه من شركه نظيفه يعني، تمام، مش جايبها من تحت السلم. فهي دي الفكره. طيب نخش بقى في سكوب ان احنا عندي انا دلوقتي عندي تصميم، احنا هنا عندي تصميم على ورقه، يعني فري هاند بسيط على ورقه، عايز اوصل ان انا اصممه على الكمبيوتر. ببدا اخش في حاجه اسمها الكاد اختيار لكلمه كمبيوتر ايدي ديزاين. تمام. ان انا بتريفير لحاجه ان انا هبدا استخدم الكمبيوتر او برامج الكمبيوتر في ان انا احول الرسمه البسيطه اللي معايا على الورقه دي لحاجه 3 دي.
او 2 دي على حسب ان انت هتصمم ايه يعني. المهم حاجه محسوب ابعادها اقدر اشوفها، اشوف محسوب ابعادها، محسوب كتلتها، ابدا ان انا ايه اشوفها واقدر ان انا اعدل عليها ببساطه خالص. لان زمان المهندسين كانوا يعني الله يكون في عونهم، كانت اللوحه بتقعد يعني بيناموا عليها حرفيا، كانوا بيناموا عليها علشان ايه يقدروا يخلصوا التفاصيل اللي فيها. واول برنامج كاد طلع هو اوتوكاد. بس اوتوكاد مش اختصار لكلمه كاد، يعني علشان لو اتسالت السؤال ده، كاد اختصار لكلمه كمبيوتر ايديت ديزاين. تمام، ان انا بستخدم او بدات ان انا ادخل الكمبيوتر او استخدم الكمبيوتيشنال كاباسيتي مع الكمبيوتر في انها تساعدني في التصميم بتاعي. لان انت بعد كده هتقابل تصميم مثلا 500 بورت 1000 بورت، فيعني موضوع ان انت تستخدم فري هاند في الكلام ده لا، فري هاند الفكره العامه بس، لكن انا محتاج فيرتشوال سيميوليشن يبدا يساعدني ان انا اعمل كل حاجه بتاعتي. تمام طيب، انا دلوقتي وليكن ان انا عملت تصميم على الكاد. طيب ايه هي الكاد سوفت وير علشان لو حد بيسمعنا طالب دلوقتي، يعني انا بيسمعني ناس كتير، فانا يعني في حتت هجري فيها وفي حتت هدقق فيها. تمام، فيعني ايه، لو انت طالب لسه في اولى وفي اعدادي في ممكن مصطلحات لا جديده عليك، فاصبر هتدرسها في الكليه، بس يعني هنا اول ما تهنت معاك هنا هتفهم الدنيا. في طلبه خارجه بالنسبه لك الكلام ده يعني او شغاله بالنسبه لك الكلام ده يعني ايه بيس اوف كيك، بس يعني ايه هحاول ان انا اراضي الفئات الكتيره اللي انا ايه اللي انا بناقشها يعني. طيب الكاد سوفت وير عندي اوتوكاد، وده اول سوفت وير طلع. بعد كده السوليد وركس والانفنتور وكده والاكس. انا كاتبهم لك بالترتيب اللي المفروض انت ممكن تتعلمه. يعني احنا في مصر هنا يعني دولت لا غنى عنهم، لا غنى عنهم لاي مهندس ميكانيكا. تمام، بعد كده انت لو هتبدا بقى تخش بقى في مجال الديزاين هتحتاج الديزاين اكسلريتور في الانفنتور ان انت تصمم عليه الحاجات، هتصمم عليه باور سكرو، بولت، حسبه بولت كونكشن، الباور ترانسميشن اليمنتس، الجير، الشافت، الكيز، كل القصه دي. تمام، بعد كده بقى الشركات الكبيره ما بتشتغلش بالكلام ده. الشركات الكبيره هتشتغل هي اما هناكتين يعني جنرال موتورز، اي كان ريليت ان جنرال موتورز في مصر بيشتغلوا بكاتيه. تمام، تمام، فيعني انت المفروض على الاقل يكون معاك اثنين من دولت على الاقل. بس اوتوكاد ده اساسي معاك، اوتوكاد 2 دي ده اساسي لا غنى عنه في ال 2 دي. طبعا دي السوفت وير بتاعت الكاد. طيب اوكي، انا دلوقتي عملت تصميم على الكاد. يبقى احنا دلوقتي مش عايزين نتوه من بعض، لان انا كان معايا تصميم على ورقه فري هاند سكتش، رحت على الكاد اي كاد سوفت وير مناسب ورحت صممت الجزء بتاعي ال 3 دي بالشكل ده. هل هتروح تصنع على طول؟ لا، طالما بارت اول مره يتعمل وينزل في الريل لايف سيميوليشن، فانا محتاج ان انا اعمل له او ادخل في ادخل في قصه السي اي اي اللي هي ايه، كمبيوتر ايدد انجينيرنج. يعني لو هنصمم مثلا لوحه، انا بدي اكزامبل بسيط خالص، يعني لوحه الاعلانات ده تقريبا ما فيش محاضره بديها في السيميليشن مش بقوله. لو انا هصمم لوحه اعلانات، عشان ده المثال الدارج واللي انت بتشوفه في الشارع كتير، لو هصمم لوحه اعلانات مثلا هحط عليها صوره ابو صلاح في الشارع. انا صممتها وعرفت التيوب اللي هنا وعرفت ابعاد اللوحه وصممت الاستراكشر بتاعي كويس والدنيا تمام. هل هتروح تصمم على طول وتحط وتحط وتصمم وتصنع على طول؟ لا، في مثال تاني يعني شائع انا شغالين عليه دلوقتي في الدايناميك اناليسيس، اللي اسمه الجيب كرين او السنتر جرين، اللي هو البتاع بتاع اشارات المرور اللي بيتحط عليها اشارات المرور برضو. يعني احنا بنصمم كل حاجه على فكره، يعني كل حاجه حواليك مهندس ميكانيكا داخل فيها بطريقه او باخرى. المهم يعني ده اسمه ساين جنري، ده المثال ده اللي هو بيبقى عليه لوحه اشارات المرور. تمام، اللي هي بتنور اصفر واخضر والكلام ده. طب التصميم ده بيتعرض لكميه من اللودز كتيره، يعني انا ما اقدرش ان انا اصمم حاجه مبدئيه وانزل اصنع. تمام، ده اللي عايز اوصله لك. الفكره في ايه، ان انا هنا ببدا اللوحه دي، خلينا مثلا مع لوحه الاعلانات دي وزنها تقيل، يعني وزنها تقيل جدا يعني. تمام، فاللوحه هتاثر، الوزن هياثر مع عجله الجاذبيه الارضيه، الماس. تمام، فدي فورس هتضرب في عجله الجاذبيه هتديني فورس. طيب وعندي رياح، قوه رياح بقى جايه الله اعلم بقى جايه لك منين، انت حته ما انت في الظل. تمام، فانت محتاج تعمل سيميليشن او تعمل ايه، ان انت تقول ان الديزاين اللي انا صممته ده سيف. تقول ازاي سيف؟ مرحله السي اي اللي هي تقول لك ان ده سيف، اللي هي القصه بتاعت الاستريس اناليسيس. بس مصطلح الاستريس اناليسيس هو مصطلح دايركت شويه، بمعنى نوضح. انا ممكن الاستريس اناليسيس من لنوعين. تمام، موضوع السوليد والفلويد، هنشرح الموضوع ده دلوقتي. بس القصه في ايه، ان انا عندي حاجات محتاج ان انا برنامج يساعدني في ان انا احط اللودز واحط الباوندري كونديشن واعمل سيميوليشن للقصه ديت علشان اقدر اقول ان القصه دي سيف. ده اللي انا عايز اوصله لك دلوقتي. ده يجي بعديها ايه، السي اي الايه اللي هي الكمبيوتر ايديت انجينيرنج سوفت وير. ده اللي انا عايزك تفهمه دلوقتي.
طيب سواء بقى ساين جانتري، سواء بولت كونكشن، سواء بريشر فيزل، اي حاجه فريم اناليسيز، اي حاجه انت محتاج سوفت وير يساعدك علشان تفهم، عشان تقول له تدي له الموديل ده ويبدا يساعدك في موضوع الاناليسيز علشان تقدر تقول تاخد قرار انت كديزاينر، تقول ان ان البتاع ده سيف ولا مش سيف. ليه؟ لان لو مش سيف هترجع. يعني لو انا مثلا حاجه زي كده السوفت وير من خبرتي في الديزاين والحسابات ان انا طلعت القصه دي مش سيف، هترجع ايه؟ ترجع للكاد. يعني هترجع للكاد بقى ايه؟ يا اما تغير الماتيريال، يا اما تابجريد الدايمنشن، يا اما تتغير بقى، تشوف بقى حسبتك ايه، هتقلل الفريم ده شويه علشان مساحه الهواء المعرضه، المساحه المعرضه للرياح ما تبقاش كبيره، فقلل الفورس. انا ممكن في ماتيريال اصنع منها الجزء ده فتبقى خفيفه عشان لما تتضرب في عجله الجاذبيه تديني ويت اقل. القصه دي كلها في هنا في حسبه بولت كونكشن، هتلاقي هنا دايما في مسامير حوالين التيوب اللي بتمسك اللوحه ديت، فانت دول كام مسمار، يعني هتربط بكام مسمار، وعدد المسامير دي ايه، والسايز بتاعت المسامير ديت. فدي كل اسئله انت محتاج تجاوب عليها، يعني فاهم. فهي بقى الحسابات دي بقى ايه، بتقعد تساعدك كده ايه وتابجريد بقى. انا هاديت وهاديت بالتراي اند ايرور لحد ما توصل انت كديزاينر تقول سيف. طيب اوكي، ايه هي بقى ايه ده القصه بقى فروم كاد تو سي اي، اللي هو الكاد انا عندي ده صممته على السوليد وركس او الانفنتور، ورحت مديه لاي برنامج من برامج السيميليشن. ده اللي هيطلع لك بقى في برنامج السيميليشن، اللي هي القصه بتاعت الالوان الاخضر والاحمر والازرق. باين قوي عندي ان الجزئين دول ضعاف، يعني باين قوي عندي ان الجزء ده ضعيف والجزء ده ضعيف. فهل هو ضعيف في مقدار ايه؟ اقدر اقويه ازاي؟ القصه دي كلها. طيب عندي بعد كده السي سوفت وير برضه، عشان لو حد بيسمعني وهو اعدادي او اولى، عندك السوليد ورك سيميليشن وعندك الانسز وفي كود، يعني في كود الانسز اللي هو الاي بي دي ال، ان انت بتبدا تحط كود علشان تحل المساله بتاعتك. تمام. وعندك الاباكس، يعني اشهر اثنين في العرب اللي هم دول الاباكس، الانسز والاباكس والكود، واحنا عاملين كورس في الانسز اوريدي على اليوتيوب. تمام. بس في السوليد ورك سيميليشن انا بصراحه يعني لما بدات اتعلم من سنتين ما لقيتش السوليد ورك سيميليشن، ما لقيتوش فعال قوي معايا، فانا رحت للانسز مباشره. تمام. في الاباكس يعني على نفس كفاءه الانسز، وحطيت الكود دي ما بينهم. يعني اللي بيتعلم فانايت اليمنت، دي القصه بقى بتاعت الفانايت اليمنت، اللي بيتعلم فانايت اليمنت بيشتغل كود اندبندنت هو عنده فكره معينه، الفكره ديت عايز يتاكد منها، فبيروح لاي اي سوفت وير، اي كود اندبندنت يساعده ان هو يحل المشكله بتاعته. طيب